مساء الخير حبايبي، يا رب تكونوا بخير وانتم بتسمعوا الفيديو ان شاء الله. النهارده هنعمل بشويه دقيق وكوبايه لبن قاطع اجمل قرص طريه ريحتها هتجيب لاخر الشارع. جربوا الوصفه، شوفوا طريه وهشه وعامله ازاي، في منتهى الجمال بجد، هتعجبكم قوي ولونها حلو ومقاديرها سهله جدا. معايا كوبايه لبن قاطع او كوبايه لبن رايب او كوبايه لبن حطيتي عليها معلقه خل قطع، وده السر في ريحتها وطعمها. اللبن الرايب حطيت عليه معلقة كبيرة خميرة فورية. أنا كان عندي كوباية اللبن قطعة فهشتغل بالدقيق على قدها، يعني نص كيلو دقيق بياخد الكوباية بتاعة اللبن القاطع. حطيت عليه معلقتين سكر ودوبت الخميرة مع السكر مع اللبن الرايب ده أنا مدفياه شوية، لازم يبقى دافي عشان الخميرة تشتغل. حطيت نص معلقة ملح صغيرة ممسوحة، حطيت معلقتين سمنة، وممكن واحدة سمنة وواحدة زيت، وممكن يكونوا زيت بس، ودوبت الخليط ده كده مع بعضه، ممكن تكون زبدة طبعا. بس كده هسيبه بقى شوية 5 دقايق كده، وهنزل عليهم ب3 كوبايات دقيق، ده دقيق نخلاه وحطاه في العلبة. انا هحط 3 كوبايات بالتقريب، وما يحتاج دقيق هزود. وبدأت ألف العجينة كده بالكف الأول. أول ما بدأت تلف معايا كده شغلت الخطاف، لأنها عايزاها عجينة ناعمة وما بتلزقش في الإيد. حطيت معلقة خل، طبعا الكف بيقلب احسن من الخطاف. خلاص كده العجينه طريه هيت وناعمه، وتسحبيها كده بايدك ملمسها طري قوي عشان تديك الهشاشه والنعومه دي. شايفين ناعمه ازاي؟ اخر حاجه بحط معلقه زيت في الاخر خالص، بنعم بيها العجينه. وخلاص كده يعني اقلب بيها كده العجينه في الميكسر كده دقيقتين. طبعا ممكن تتعمل بايديكي، ما بتاخدش اي وقت. هبدأ أعملها كده كورة أهيت، وهسيبها بس ترتاح نص ساعة لو الجو حر عندك، ساعة لو جو ساقعة ممكن تخمريها في فرن البوتاجاز أو على حمام مية سخنة، وده اللي أنا بعمله في الشتاء. غطيتها كده بطبق في نفس البولة، وعلى الطبق فوطة، وبعد نص ساعة ده شكلها. ما تسيبيش الخماير تعلى معاكي قوي او تخمر زياده، العجائن اللي فيها خميره عشان ريحه الخميره ما تبانش. باخد القطعه كده بايدي كده وبقفلها، بفتحها شويه وبقفلها، اعملها زي الكوره كده. كده انا بفتحها ليه؟ بدخل فيها هوا، يعني ما تاخدهاش على طول وتكوريها، لازم تفتحيها. وصينيه مش مدهونه اي حاجه، وهبدا ارصها. حجم القرصه اللي انت بتحدديه، عايزاه كبير عايزاه صغير، انت اللي بتحدديه بالقطعه اللي بتعمليها. كله هعمله نفس الحكايه. بس كده، وهسيبهم بقى يخمروا تاني لمدة ربع ساعة نص ساعة. أول ما ألاقي حجمها اتضاعف، ما سيبش التخمير في المرة التانية كتير عشان ريحة التخمير بتبان. بدأت بقى أمسكها كده وأبططها بعد حوالي يعني على ما خلصت الصينية التانية بدأت أفردها أبططها كده عشان تبقى سهلة معايا. يعني ما تحاوليش تبططي من الأول علشان هتبقى صعبة في التبطيط. وهسيبها بقى ترتاح في مكان دافي أو هغطيهم بفوطة. طبعا مش هدهن الوش أي حاجة، الحمار دوت من لون السكر والرايب اللي فيها. فالقرصة غنية كده ومشبعة يعني. بصراحة أحلى من العيش الفينو، اللي يحب يعملها بديل للعيش الفينو. اقتصادية جدا يعني وسهلة وطعمها حلو مختلف يعني عن العيش. خلاص هسيبها بقى ترتاح، ونشغل الفرن على درجة حرارة 200. بحطها على الصاج تحت، أول ما تقعد 3 4 دقايق برفعها فوق على الشبكة، والشواية شغالة. وبكده بتبقى عندي أحلى قرص. أول ما بتطلع بدهنها دهنة بالفرشة بسمنة بلدي أو بزبدة، بتديكي بقى القرصة في حتة تانية خالص، ولمعة وريحة بتملى البيت. جربوا القرص بالطريقة بتاعتي ديت، سهلة جدا وبسيطة، وكده شغالة معاكم كده بمنتهى السرعة. وده شكلها، وبكده ده شكلها النهائي. دول شوية الدقيق اللي انا عملتهم، طلعوا شوية قرص